نسخة الجاستس ليج بتاعت زاك سنايدر كانت بالنسبة لنا هي الختامية للترولوجي اللي دمرنا زاك سنايدر على مدى تاريخه جوه عالم دي سي، اللي بدأت بمان اوف ستيل ووصلت لبي في اس، بعد كده انتهت مع زاك سنايدر جاستس ليج. ولازم اقول الناس اسمها زاك سنايدر جاستس ليج لانها مش اي نسخة ومش اي رؤية غير رؤية زاك سنايدر نفسه. الفيلم ده اقل حاجة اتقال عنها انه ايبك، ملحمي، اسطوري لابعد درجة، فيلم ما فيهوش ولا غلطة، ورغم كده اتهاجم برضه، اتهاجم عشان الساوند تراك بتاع الامازونيانز اللي بتعاد في الخلفية كتير، واتهاجم عشان سلو موشنز كتير. انا عمري ما شفت ناس جحدة زي بتوع مارفل بالشكل ده. احنا كفندم مستنيين الفيلم ده بقالنا 3 و4 و5 سنين وكنا فقدنا الامل، وانت عشان لسه نازل لك اند جيم متضايق ان انا نازل لي جاستس ليج، رغم ان هو الفيلم ده لو كان نزل في 2017 او 2016 كان زمانه هيبقى افشخ واعلى، وما زال افشخ واعلى من انفينيتي وور واند جيم. موت بغيظك يلا. النقطه بتاعت السلو موشن بتاعت زاك سنايدر احنا عارفينها من افلامه القديمه اللي بدات ب 300 ودون اوف ذا ديد، فدي مش نقطه جديده، هو باترن، هو ليه رؤيه، هو ليه هويه بصريه، الهويه البصريه اللي انا اتعلمتها في السينما، اللي انت لازم يكون ليك لون محدد، لازم يبقى ليك شكل محدد، لازم يكون ليك ستايل في المونتاج معين. وعشان كده انا بتكلم ان هو الجاد فاذر والبلو برنت بتاع كل الافلام.